اهلا بكم في فيديو جديد على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي مارسيل كولر هيستمر ولا مش هيستمر؟ علي معلول هيستمر ولا مش هيستمر؟ احمد عبد القادر هيستمر ولا لا؟ يعني الموضوع في النادي الاهلي بقى فيه كلام كتير، وبقى فيه تفاصيل كتير، وبقى فيه حاجات مش عارفين هي رايحة فين وجاية منين بسبب ال يعني ما بقاش فيه قرارات رادعة حتى في عقوبات. بعد رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ ما اعتقدش ان النادي الاهلي بقى ماشي على المسار الصحيح. ما اعتقدش ان بقى في كلام مظبوط بيحصل في النادي الاهلي. لا، في حاجه غريبه، في حاجه غريبه فعلا. ما حدش يقول بقى ان السبب هو كابتن سيد عبد الحفيظ. لا، هو الكابتن مش يعني مش بالمنطق ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي قلب الدنيا كده. لا، هو الموضوع مش كده تماما. هو الموضوع ان كابتن محمود الخطيب مش عايز ياخد قرارات في الوقت الحالي ويهد استقرار الفريق، مع ان الفريق مش مستقر. يعني انت شايف ان الفريق في المرحله دي بيعمل مستوى مش حلو تماما. علي معلول هيمشي ولا مش هيمشي؟ كلام كتير. احمد عبد القادر عايز يمشي وطالب الاعاره او البيع النهائي. صلاح محسن متمرد وعايز يمشي عشان خاطر ما بيلعبش. وانت اصلا كان لما بتلعب بمستوى مش يليق بالنادي الاهلي. صلاح محسن بيلعب في النادي الاهلي زي الزفت زي ما بيقولوا، وبيلعب بره النادي الاهلي تمام جدا. ما اعرفش ايه الحكايه. نفس الكلام موديست اللي انت جايبه ملوش اي 30 لازمه، ملوش اي 30 لازمه. طيب يبقى الاهلي رايح على فين؟ رايح في كارثه. الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه ازاي بالطريقه دي؟ محدش عارف. يعني انت هتقابل اتحاد جده السعودي، غالبا هيبقى ماتش ناري. طب انت هتلعب ازاي قدامه بالطريقه دي؟ هتلعب قدام كريستيانو رونالدو؟ هتلعب قدام الناس دي ازاي؟ يعني انا مش فاهم. آه، اقصد بنزيما. الواحد مستغرب على مستوى النادي الاهلي ان هو هيبقى بالطريقه دي في كاس العالم للانديه. معقول يعني احنا اللي بنطمح ان احنا نقابل مان سيتي في النهائي؟ ده مستوى لا يليق، لا يليق تماما. ولازم يبقى فيه. المشكله ان مفيش دي الوقت خلاص، يعني ما عندكش خلاص، هي قضي الامر زي ما بيقولوا. عايزين نحاول نعمل اي حاجه. لازم كولر يصحح الاخطاء في الفتره دي، في اليومين الثلاثه اللي جايين قبل المباراه البدايه بتاعت كاس العالم للانديه. عموما هنشوف، ربنا يستر في اللي جاي وان شاء الله، ما يبقاش في نتائج خياليه زي ما بيقولوا. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. السلام.